السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ أنا مصطفى كمال، ده فيديو جديد. ده بقى المفروض يكون فيديو العودة، فيديو العودة أنا المفروض إن أنا أكون عملته أول فيديو أنزله، بس أنا الصراحة نسيت. عملت كنت هعمل أول فيديو ده، بس جيت بعدها اللي هو إيه، كنت المفروض أنزل الفيديو بتاع تحويل الأوضة للاستوديو الأول. فاللي ما سمعش الفيديو اللي أنا حولت فيه الأوضة بتاعتي من المنظر اللي كانت عليه للاستوديو اللي أنتوا شايفينه دلوقتي، فيستحسن إنك ترجع للفيديو، هتلاقيه هنا في علامة الأي هنا. فدوس عليه وروح اتفرج على الفيديو، مشاهده ممتعه. وما تنساش برضه تقول لي رايك في الاستوديو. فانا الفيديو ده ان شاء الله انا هجاوبك على كل الاسئله. انت كنت فين؟ ودخلت كليه ايه؟ مختفي الفتره دي كلها ليه؟ وحولت الاستوديو الاوضه للاستوديو ازاي؟ وعملت كل ده ازاي؟ وهجاوب على الاسئله بتاعت الكومنتات اللي على اليوتيوب برضه. لو فيها اسئله فاتتني اسالوها لي عادي تاني. فلو انت مهتم ما تنساش تحط اللايك الجميل وتعمل سبسكرايب وتشير الفيديو عشان يوصل لغيرك، عشان الريتش الفتره دي مش احسن حاجه. بس انا متاكد ان هو في يوم من الايام هيرجع زي الاول تاني. اول حاجه حابب اجاوب عليها، انت ازاي حولت الاوضه للاستوديو؟ انت شفتوا طبعا في الفيديو الحيطان دي كانت كلها مشققه، وكانت متخرمه، وكانت متبهدله. اول حاجه عندي هنا، انا كنت عايز احول الاوضه كلها لاستوديو. ازاي؟ ان انا ادهن الحيطان كلها عشان اي زاويه اصور فيها تكون هي دي الزاويه، ومش محتاج ان انا مثلا اداري حته وانا بصور او كده. البيت اللي انا فيه ده دلوقتي ده بيت بالطين، فاحنا كده كده هنهد وهنبني بيت بالطوب اصلا. يعني اللي انت شايف ورايا ده، ايوه ده بيت بالطين، دي حته بيت بالطين. كده كده هيتهد، وان شاء الله يعني لو ربنا اراد وهنبني بيت بالطوب. او في يوم من الايام كده كده هسيب المكان ده. فهيكون بقى ليا الاوضه الخاصه بيا، ان انا اقدر اعمل فيها اي حاجه من غير ما اخاف ان انا اصلا كده كده هتنهد، فاهم؟ فاللي هو قمت عامل لي الركن ده بس، وعشان برضو الفلوس بتاعت الحاجه ما كفتش ان انا اعمل الاوضه كلها. فانا عملت ايه؟ اول حاجه زي ما انتم شفتوا، انا معجنت الحيطه دي. كنت انا ومعاذ صاحبي ومحمد حسام ومحمد اسامه. بس اكتر حد شارك معايا كان معاذ. فيا ريت تدعوا له كلكم عشان هو في ثالثه ثانوي السنه دي. فاول حاجه عملتها ان انا معجنت الحيطه دي كلها، الحيطه دي والحيطه دي. وبعد كده قعدنا نصنفر فيها انا ومعاذ. وبعدها اديت لها 3 وشوش. دي اخدت لها 3 وشوش لون. اللون ده مش عارف اسمه لون ايه، جامل تقريبا او حاجه زي كده. ودي دهنتها 3 وشوش برضو. اللون ده انا كنت جايبه، الشخص اللي انا اشتريت منه الالوان جه قال لي ان اللون ده لون لسه نازل، اسمه لون بربليز مش عارف انطق الاسم، فمش عارف اذا كنت نطقته صح ولا غلط، بس قال لي ان اللون ده لسه نازل. فانا قلت اجربه. ما كنتش عارف اللون ده شكله عامل ازاي. شفته في بس المهم يعني لون حلو عامه، ما فيهوش اي مشكله. وعندي الحيطه دي دهنتها ابيض. جيت بقى الترابيزه بتاعت المكتب. ترابيزه المكتب انا مش عارف باينه في الفيديو. لحظه. الترابيزه اهي. الترابيزه دي انت شفت في الفيديو منظرها كان عامل ازاي. الاول كان لونها بني. لونها بني ومتقشره، وكان الخشب بتاعها باين. فانا قلت هشتري مكتب. ايه يعني مشتري مكتب؟ يعني انا كده كده سالف فلوس، فما جاتش على المكتب بقى اشتريه. فجيت ابص على اسعار المكاتب، لقيت اقل مكتب عامل له 1000 ونص وبتاع. قلت طب ليه؟ ما انا عندي المكتب في البيت. اروح اشتري لي. انا كنت شغال قبل كده شغلانه، اروح اعمل بيها. يعني دي صنعه وحاجه حلوه، فاعمل اللي انا اشتغلته. جيت بقى قمت ماسك المكتب ده، معجنته وصنفرته 3 مرات. جيت تاني يوم حصل حاجه كده عندنا، فالمعجون اللي انا عملته كله اتحول لميه. فجيت انا معجنت 3 مرات تاني، وبعدها صنفرت تاني، وجيت دهنته. اديت له وشين او 3. انا دايما بحب ادي كل حاجه حقها عشان كل التفاصيل تكون اتغطت. فزي ما انتم شايفين بقى المكتب دلوقتي بقى شكله احسن. والترابيزه دي برضو، الترابيزه دي شكلها ما كانش كده. الترابيزه دي انا اللي عاملها، وكل حاجه هنا انا اللي عاملها بايدي. ما عدا الصور اللي ورا دي مش انا اللي راسمها. في ناس كتير فاكرين ان انا راسم صوره رونالدو عشان كنت متصور وانا ماسكها. فانا قمت بعد كده او قبل كده اشتريت، مش قصدي بقى قبل كده اللي هو من زمان، لا، قبل ما اعمل حاجه في الاوضه رحت اشتريت الكمبيوتر. التجميعه بتاعتي دي اشتريتها عشان خاطر لو عايز افتح لايف جيمنج، وانا او عايز افتح فيديوهات جيمنج او محتوى جيمنج. لان انا محتواي على القناه هيكون بالشكل التالي. هيكون يوم الجمعه عندنا فيديو هادف، وفيديو فيه نصايح والكلام ده. وهكون برضه انا بنصح عشان محدش يجي يقول لي انت هتعمل شيخ. لا، انا مش شيخ، انا مجرد انسان زيك بعمل اي عبط، بطلع اعمل محتوى تافه على اليوتيوب زي ما في ناس بتقول. فانا المحتوى بالنسبه لي اللي هو عادي. يعني انا بطلع ادي نصيحه، انا بنصح نفسي معاكم. الله اعلم اذا كنت اعرف اعمل بنصيحه ولا لا، بس ان شاء الله على الاقل بحاول ان انا اعمل بيها. فانت برضه عايزك تعمل كده. ده يوم الجمعه. يوم السبت بقى هيكون فيديو رياكت، ويوم الاثنين هيكون فيديو ايا كان بقى الفيديو اللي هنزله يوم الاثنين، فمش مهم نوعه ايه. بس الايام اللي انا هحددها دي هيكون فيها الفيديوهات
بالنوع التالي: يوم الاربع عندنا هيكون فيديو بابجي، او مش بابجي، فيديو جيمنج. فانت لو عايز تسمع بقى جيمنج استناني كل اربع، لو عايز تسمع رياكت استناني كل سبت، عايز محتوى هادف ومحتوى فيه شويه نصايح وحاجات عشان يعني تتعلم منها وكده، وانا كمان اتعلم منك، هيكون يوم الجمعه. عايز يوم الاثنين ده هيكون يوم فري كده اعمل فيه اللي انا عايزه، اعمل فيه انزل فيه المحتوى اللي انا عايزه. ده كده بالنسبه للمحتوى بتاعي. انا عارف ان انا عمال اتدخل في المواضيع، بس انتوا عارفين عني ان انا ما بثبتش على الموضوع. المهم الرف اللي ورايا ده انا اللي عامله بايدي برضو. ده كان عندنا سرير، فانا كنت عايز اشتري الرف، يعني شفت الصور للرفوف على الانترنت، فجيت ببص كده، انا عايز واحد. عملت اوردر، الاوردر ان هم الشركه اللي انا بعت لها عشان يجيبوا لي الرف اتاخرت في الرد. فانا في الفتره اللي هم اتاخروا فيها دي انا قلت اعمل ايه؟ انا ما اعمل انا رف، يعني ايه اللي خلاني اروح اشتري رف؟ ما اعمله انا. كان عندي السرير بتاعي، يعني بعيدا عن الضحك والهزار، فالسرير بتاعي كان فيه مله، فانا كسرتها غصب عني. فانا قمت قايل اعمل ايه؟ هاخدها واحولها الرف. فاخدتها ونشرتها ودهنتها اسود وركبت فيها الحبال دي زي ما انتم شايفين فيها الحبال دي. لحظة، كنوع من انواع اللي هو الديكور وكده. على فكرة مفيش هنا حاجة ساندة، يعني الحبل هو اللي شايل الرف. ده بالنسبة للاستوديو طبعا. واضاءات جبت هنا، ده اسمه اوكتا ليد. لحظة، نسيت اغير لون الاضاءة. كده احسن ولا كده؟ لا لا، ده يبقى ابيض وده برتقاني. كده احلى صح ولا كده؟ او كده احسن. كده لون اصفر من هنا وابيض. ده كده بالنسبه لموضوع الاستوديو، بالنسبه لموضوع المحتوى. يعني نيجي بقى لموضوع الكليه، اللي انتوا كلكم ما شاء الله في الكومنتات مش سايبيني. دخلت كليه ايه؟ وداخلين برضه على الانستا تسالني انت دخلت كليه ايه. وبمناسبه الانستا، صح، انا لينك الانستا بتاعي هتلاقوه في الكومنتات تحت، او مش في الكومنتات، هتلاقوه في صندوق الوصف تحت. انا بكون عندي لينك الموقع بتاعي. الموقع ده تدخل عليه هتلاقي الانستا بتاعتي واليوتيوب والفيسبوك والتيك توك، هتلاقي اي حاجه خاصه بيا هتلاقيها موجوده على. نعم. المؤاخذة مش فاكر كنت بقول ايه اخر مرة، بس صاحبي كان جالي كده، يعني كان وحشني من زي ما شفتوش يعني، فهو كان جاي يقعد معاه شوية. هو ملحقش يقعد، مش على طول، بس ما علينا. فهو فكرني بحاجة. انا كنت بعمل سلسلة اسمها سلسلة تقييم المواهب. اللي عايز يشارك فيها يبعت لي على الانستا. هتلاقي الانستا بتاعتي هنا، او هتلاقيها انا كنت بكلمكم صح على اللينك بتاعي. هتلاقوا اللينك بتاع الموقع بتاعي في صندوق الوصف تحت. هتدوس على اللينك هتلاقي الانستا بتاعتي والفيس والتيك توك واليوتيوب، اي موقع خاص بيا هتلاقيه هناك. فروح واعمل لي فولو على كل حاجه عشان اي حاجه انزلها. انا الانستا دايما بنزل عليها الحاجات اللي هعملها، وبنزل اسئله والكلام ده كله. وبرد على كل الناس، يعني انت لو بعت لي الانستا هرد عليك عادي. تعالى شارك برايك، وبرضه شارك بريلزات ميم والكلام ده كله، يعني فيديوهات مضحكه ابعت. فيديوهات ريل، لو عندك فيديوهات ريل مضحكه عايز تبعتها ابعتها عشان نتفرج عليها كلنا. عندك ميمزات عايز تشارك معانا في تقييم مواهب المتابعين برضو. كل حاجه انت محتاجها برضو على الانستا هناك. فالانستا ده يعتبر عندي اهم من الفيس والتيك توك. فانت لو عملت لي فولو على الانستا انت كده زي الفل. فروح اعمل لي فولو هناك، وما تنساش برضو اليوتيوب اهم حاجه تعمل عليه سبسكرايب ولايك. وفي نقطه كنت حابب انبه عليها يا جدعان، انبه عليها تاني. انا كنت بقول لكم ان انا على الفيديوهات الميمز اللي انتوا تبعتوها، او الحاجات اللي انتوا تبعتوها والفيديوهات والكلام ده كله، انا عايز الفيديوهات دي تكون ما فيهاش لا موسيقى ولا بتاع ده ولا بنات. لو في موسيقى يعني لو في بنت ان انا اقدر اعمل عليها بلور ماشي. اللي هو لو عملت بلور عادي الفيديو مش ضاع، يعني الفيديو لسه موجود. في فيديوهات بتكون معتمده عن البنت، اللي هو انا لو عملت عليها بلور الفيديو كده ما عادش مضحك مثلا، او الفيديو كده ما عادش فيه بتاع و... ما عادش فيه. انت فاهم قصدي. وفي فيديوهات لو انا شلت الموسيقى منها تلاقي الفيديو اللي هو معتمد على الموسيقى. فلما تيجي تبعت لي فيديو ابعت لي فيديو انا اقدر امسح منه الموسيقى عادي، زي الفيديو الرياكت اللي انا عملته امبارح او اول امبارح، النهارده لحد. فانا المهم يعني الفيديو اللي فات انا كنت عامل فيه رياكت. فالفيديو اللي انا كنت بتفرج عليه اللي هو بتاع التمثيل، هم اللي كانوا بيمثلوا دول في الاكسبلور المصري على التيك توك، دول الفيديو بتاعهم كان فيه موسيقى فانا شفتها. المهم دلوقتي خلينا نرجع لموضوع المقاطعه. فانت لو مش مقاطع، مش عارف اقول لك ايه صراحه. بس ما تجيش انت لو انت مؤمن بفكره المقاطعه اصلا، وانت لحد دلوقتي مش واخد خطوه او مش مقاطع، او بتيجي تقول ايه ده انا وبتيجي تقول ايه ده انا مثلا مش انا اللي هغير، يعني مش ما جاتش يا عم على المره دي هاخد لي واحده بيبسي.
ما جاتش مش عارف ايه. بص اقول لك على حاجه، دلوقتي انت لو بتعمل حاجه زي كده انت اساسا ممكن لو جبت، مش عارف اجيبها لك ازاي يا اسطى، بس انا مش عارف اقنعك الصراحه، يعني انا مش عارف، يعني انا غيري ما عرفوش يقنعوك، انا اللي هقنعك. انت بجد يا اسطى مش عارف اقول لك ايه والله. فانت لو مش مقاطع يا ريت تخلي عندك دم متقاطع، وبس كده. سلام.